يا جماعة، تخيلوا معايا كده، نظام صاروخي واحد بس يقدر يقلب موازين القوة في الشرق الأوسط، يهدد أقوى الطيارات، حتى طيارات إسرائيل. المفاجأة مش روسي، مش أمريكي، ده صيني. أيوة يا باشا، أهلا بيك في عالم الوحش الجديد HQ-9B. تعالوا نشوف إزاي النظام ده ممكن يبقى القبة الحديدية المصرية، ويمكن أكتر كمان. HQ-9B مش أي صاروخ، الصاروخ ده مش لعبة، ده طالع ينافس الباتريوت الأمريكي والS-400 الروسي. سرعته 4.5 ماخ، مداه 300 كيلومتر، يقدر يضرب أي حاجة طايرة من ارتفاع 500 متر لحد 30 كيلومتر، من درونز لصواريخ كروز. من بعد 73 مصر بدأت تتجه للسلاح الأمريكي، مساعدات بمليارات وصلت ل90 مليار دولار من 1946. بس الأمريكان كانوا دايما بيحطوا شروط: ممنوع الصواريخ دي، الطيارات دي لأ، علشان إسرائيل تفضل متفوقة. فمصر قالت لأ، ننوع مصادر السلاح، والباب اتفتح للصين وبكل قوة. الرادار العبقرية، الرادار بتاعه اسمه HT-230، يقدر يتابع 100 هدف ويضرب 6 ل 8 في نفس اللحظة، وفيه خاصية أنتي ستيلث، يعني يقدر يشوف طيارات زي F-35 و F-22، والأهم بيشتغل عادي حتى وسط تشويش إلكتروني جامد. كل بطارية HQ-9B فيها مركز قيادة، رادار و4 قاذفات، وكل واحدة شايلة 4 صواريخ. كمان بيقدر يتكامل مع الأقمار الصناعية والأواكس، يعني مش بس بيضرب، لا ده بيشتغل ضمن شبكة دفاع كاملة. مصر جابت درونز مسلحة وينج لونج 1D و ASN 202، والأجمد إن في بعض منها بيتصنع في مصر بدعم الصيني. يعني مش بس عندنا طيارات بدون طيار، لا كمان بننتجها بإيدينا. في يوليو 2024 6 طيارات نقل صينية ضخمة Y-20 وصلت القاهرة، تقدر تشيل 66 طن لمسافة 7800 كيلومتر من غير ما تتزود بالوقود. يعني الجيش يقدر ينقل دبابات ومدافع لأي حتة لوحده. مصر كمان جابت طيارات مقاتلة J-10CE، معاها صواريخ PL-15 طويلة المدى. ليه ده مهم؟ علشان أمريكا كانت رافضة تبيع AIM-120، وفرنسا منع صواريخ ميكا للرافال. يعني دلوقتي مصر تقدر تشتبك من بعيد. الجيش المصري عامل شبكة دفاع جوي معقدة فيها كل الأنظمة: S-300، تور M2، بانسر، بوكم فري، بيشورة، كروتالي، كل واحد له دور، زي شبكة عنكبوت بس بالنار. الرادار ريزونانس NE ده مش طبيعي، يشوف طيارات الشبح من 1200 كيلومتر، ويكشف حتى قبل ما الطيارة تقلع من المطار، وبيشتغل في كل الظروف الجوية، وبيشوف سوريا وإسرائيل وهم نايمين. لسه فاكرين الشلكة؟ المدفع القديم ده، بس خطير. 4 مواسير، 4000 طلقة في الدقيقة، قاتل الدرونز الرسمي. يعني اللي يفلت من الصواريخ الشلكة مستنية تحت. في 2024 مصر بدأت تدخل نظام دفاع ألماني اسمه IRIS-T، فيه منه 3 نسخ: قصيرة، متوسطة، وبعيدة المدى، وبيشتغلوا مع بعض في شبكة. صواريخه ذكية جدا، تقدر تدمر أي هدف بدقة شبه كاملة. كل ده بيخلي مصر مش بس عندها دفاع جوي قوي، دي بقت لاعب إقليمي تقيل، استقلالية في القرار العسكري بدون شروط أمريكية. وده طبعا قلق إسرائيل جدا، خصوصا إن الحدود قربت تبقى تحت سيطرة صواريخ ال HQ-9B. ومش بس شراكة، لا كمان في تدريبات مشتركة مع الصين زي نسور الحضارة 2025. يعني الجيشين بيتعلموا من بعض وبيشتغلوا بنفس المفاهيم القتالية. السماء فوق الشرق الأوسط مش هتفضل مفتوحة زي زمان. مصر بتبني شبكة دفاع جوي حديثة مرنة قاتلة، وبتقول لكل اللي حواليها اللعبة اتغيرت. وده مش بس دفاع، ده ردع كمان. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا افتكرها.